كل افكارك اللي انت مؤمن بيها واللي هي مترسخة في ذهنك وبتقعد تتعصب قوي لما يجي حد يقولك اي حاجة مختلفة عنها، هي في الحقيقة مش افكارك انت، هي نتيجة اكتر من 15 او 16 سنة تربية من اهلك ومن الناس اللي حواليك، نتيجة للظروف والبيئة المحيطة بيك والصحاب اللي هم بيكونوا اغلب شخصيتك في فترة المدرسة والجامعة، غير المستوى المادي اللي انت عايش فيه. قدرتك على الانفاق بتؤثر على جودة حياتك بشكل مباشر. والنقطة دي تختلف شوية لان في ناس عادي يعني بتنفق فلوس كتير ولكن برضو جودة حياتها ما زالت زي الزفت، ولا بتاكل كويس ولا بتنام كويس ولا حواليها ناس بتحبهم. بس النقطة اللي بكلمك فيها هنا هي حاول تستوعب وتحلل أفكار جديدة طالما هي مش منافية للدين، مش منافية للقانون، وهتصب بشكل مباشر في مصلحتك. وسع أفقك لأفكار جديدة، لطرق جديدة في الشغل، في التعليم، في الرياضة. ما تبقاش دايما اولد سكول، ودايما فايتك الجديد والطرق الاسهل والاختصارات اللي هتبسط عليك وتسهل عليك كتير قوي. انا مثلا قدامك اهو، لو قلت لك فكره عجبتك وانت اقتنعت قلت يا عم ده دكتور عطيه ده والله بيفهم وانا بحبه، انا كده انا اثرت فيك عن طريق افكاري اللي هي بالتالي ممكن تكون مش افكاري انا اصلا، لو ممكن اكون انا مقتبسها من حد تاني انا فهمتها منه وقعدت نشرها بطريقتي. وده حاجه مش عيب لان هو يعني العلم مش بيتسرق، يعني محدش بيسرق معلومة من حد، العلم بينتشر ولكن مش بيتسرق. حاول تبقى بني آدم رزين وهادي ومسالم مع نفسه ومع الناس اللي حواليه، ما تبقاش متعصب لأفكارك وما تبقاش دايما شايف نفسك ان انت صح، لان اغلب الوقت انت غلط.